ناس لا يجدون اللقمة يأكلونها. تعالوا ناس أعزة من إخوة لنا الآن، البرد دخل علينا في مخيمات جالسين، من أهل الشام، من أهل العراق، من بعض مناطق اليمن، من بعض مناطق السودان، من ليبيا. دخل عليهم البرد. الليلة هذه نحن وياكم في هذا المسجد في كن، وهم أطفال يجلسون في خيام وفي تتذكر فضل الله عليك أن يسر لك ما أنت فيه، وتتذكر إخوتك فتساعد. الذي معه بدلة زايدة أو بدلة صغرت على ولده السنة الماضية كان يلبسها والسنة هذه ما تصلح تبرع بها، الهلال الأحمر موجود هنا. يا أخواني لو قاسمنا أموالنا لهم لما كان كثيرا عليهم، وهو فيهم إخوة أعزة أهل حق. كنت أتردد على سوريا، أسأل الله أن يفرج عن أهلها في خير وعافية. في 2006 أيام الحرب هذا التي في لبنان، والله ما نصبت خيمة في سوريا، ما نصبت خيمة واحدة في سوريا. آووا الناس في بيوتهم وقسموهم طعامهم وحجرات نومهم، لم يسألوا أحدا سني أو شيعي. ما سألوا أنت مسلم ولا نصراني، أنت لاجئ تعالوا أدخلوه وأطعموه من طعام أولادهم وأهلهم ورحبوا بهم. فهم قوم أعزة ما ضيم أحد لجأ إليهم أو لاذ بهم، وهم الآن مشتتون بأطراف البلاد. أقل ما ينبغي أن يقدم أن يتذكر الإنسان. عندكم هنا الهلال الأحمر في الإمارات يشرف على مخيمات ضخمة هناك وينفق عليها. من غير الإمارات عندكم هذه المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة. الكثير من الناس يقول لا هذول ما هم ثقة. بلى ثقة، نحن اطلعنا على عملهم. بعض يقول لا هذا تنصير، كذب، ما لهم علاقة بالتنصير. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يستطيعون أن يصلوا إلى الناس في داخل سوريا، حتى مهجرين الداخل، ومهجرين الداخل أشد حالة وأصعب حالة من مهجري الخارج. على الأقل مهجري الخارج تأتيهم معونات أيسر. المفوضية يصلون إلى مهجري الداخل يستطيعون الوصول. احرصوا يا إخوان، ولا تقول أنا لا أستطيع أن أغير هؤلاء ملايين، ولو الشيء اليسير لو قدمته. إما تذهب إلى الهلال الأحمر أو في الصناديق التي يضعها الهلال في المساجد، أو ترسلها عبر الإنترنت هذه الشبكة إلى حساب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. لا يؤمن أحدكم يعني حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هؤلاء إخوته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع. فينبغي أن نشعر بإخوتنا هؤلاء. واحد اعتاد منا أن ينفق مبلغ في خروج يتمشى هو أولاده يشتري في شيء من المحلات هذا التجارية الطعام وكذا، لا بأس، أخرج أولادك، لا تضيق عليهم. من التقرب إلى الله أن توسع على أولادك، لكن بقيمة خرجة من هذه الخرجات ستطعم أسرة مدة أسبوع. حرص على أن يكون لك يد في الخير. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، وبارك في المعتمرين وزوار سيد المرسلين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، ولا تجعل ذنوبنا معاول بأيدي أعدائك لهدمه. اللهم اجمع شمل أخوتنا في فلسطين، ووحد صفوفهم وقلوبهم، وانزع عنهم نزغة الشيطان والهوى يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء ظاهر أو باطن، واحفظ أهلها من كل سوء ظاهر أو باطن، وأمنهم يا في أوطانهم يا رب العالمين. اللهم احفظ شامنا ويمننا. اللهم فرج عن أهل الشام وأهل اليمن، اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، وعن أهل العراق، وعن أهل ليبيا، وعن أهل أفغانستان، وعن أهل أفريقيا الوسطى، وعن أهل بورما، وعن أهل الصومال، وعن أهل لا إله إلا الله في كل مكان. سيدي ما من بقعة في الأرض بطولها والعرض إلا ولأهل لا إله إلا الله غصص تتجرع. اللهم فرج عنهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اهدي أمة سيدنا محمد، اللهم رد أمة سيدنا محمد إلى مسلك سيدنا محمد حتى تقر عين سيدنا محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رب العالمين. فرج اللهم عن كل مظلوم في الأرض، كان مسلما أو كافرا، مؤمنا أو فاسقا، فرج عنهم، وأقبل بالمعرض، واهدي الضال، وقرب البعيد يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.